اهلا بيكم. اغلب الناس اول ما بنجيب لهم سيره غسول الفم بيقولوا ده اللي بيخلي ريحه النفس حلوه. بس السؤال الحقيقي هو غسول الفم علاج ولا هو فعلا بيخلي ريحه النفس حلوه بس؟ وطبعا ازاي اعرف النوع اللي يناسبني؟ النهارده في قناتنا اسنان اونلاين هنعرف ايه هو غسول الفم وبيعمل ايه، وامتى استخدامه يكون مفيد وامتى استخدامه يكون ضار. انا معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. طيب خلينا نبدأ على طول بالأنواع. أول نوع هو النوع فعلا اللي بيخلي ريحة النفس حلوة، وده اللي حضرتك بتشتريه من السوبر ماركت أو الصيدلية من غير روشتة. ريحته حلوة، بيقتل شوية بكتيريا، بيخلي ريحة النفس حلوة وبيديك إحساس بالنظافة. بس ده طبعا تأثيره مؤقت، ساعتين وكل حاجة بترجع زي ما كانت تاني. تاني نوع وهو النوع العلاجي، وده اللي طبعا الدكتور بيكتبه في روشتة، وده طبعا اللي بيحتوي على مواد فعالة زي الكلورهكسيدين وزي الفلورايد وزي الزنك. وده طبعا الدكتور بيوصفه او احنا بنستخدمه في حالات زي مثلا التهابات اللثه، او احيانا بعد بعض حالات الخلع او تنظيف الجير، واحيانا مع حالات الفم الجاف المزمن. بس اكيد الغسول العلاجي ده او المضمضه العلاجيه دي مش مكمله طول الوقت، احنا بنستخدمها لمده اسبوعين او على حسب ما الدكتور بيوصفها فقط. يبقى كده ملخص الفقره اللي فاتت، احنا عندنا نوعين من الغسول: نوع عادي طبيعي ما فيهوش مواد ذات تاثير على البكتيريا قوي، وده اللي بيخلي ريحه النفس حلوه، وده اللي بنشتريه عادي من غير روشته. النوع الثاني وهو العلاجي، ده اللي الدكتور بيوصفه في روشته، وده علاجي وبنستخدمه لمده محدده الدكتور بيحددها او اقصاها اسبوعين، وده له تاثير على بكتيريا الفم طبعا، وبيبقى فيه مواد زي الكلورهكسيدين او الزنك او الفلورايد. في نوع غسول كمان مهم جدا جدا، وده اللي فيه الفلورايد، وده نوع غسول بيحمي الاسنان من التسوس، بيقوي طبقه المينا وبيقلل حساسيه الاسنان. بس طبعا مش كل العبوات او مش كل انواع الماوث ووش او المضمضه او الغسول فيها فلورايد، فانت لازم تدور على كلمه فلورايد ماوث ووش. كمان معلومة مهمة جدا، ما تستخدمش المضمضة على طول بعد غسيل الفرشة والمعجون، استنى على الأقل 30 دقيقة علشان المعجون زي ما قلنا في الحلقات السابقة قبل كده يكون المعجون اترسب على الأسنان وتأثيره يفضل موجود. من الأخطاء الشائعة إن الناس تعتمد على المضمضة أو الغسول فقط وتسيب خالص الفرشة والمعجون، ده طبعا مش صحيح. او ان حالات كتير بتستخدمه على طول كل شويه مضمضه مضمضه، ده طبعا خطا لانه بيقلل البكتيريا النافعه اللي ربنا خلقها في الفم اللي هي بتحمي اللثه والاسنان. ناخد بالنا كمان ان في انواع غسول بيبقى فيها كحول، والاستخدام الزايد ليها بيؤدي الى جفاف فم، فاحنا كده بنعمل العكس، بنزود ريحه الفم مش بنحسنها. نيجي بقى لموضوع مهم، امتى استخدم الغسول؟ استخدام الغسول بيبقى بعد اخر وجبه في اليوم، يعني قبل النوم عشان تأثيره يفضل أطول. حاول تستخدمه لمدة من 30 ثانية لدقيقة على الأقل، ومش على طول أول ما أنت استخدمت المضمضة تبدأ تتمضمض بمية كتير كتير، أنت كده هتقلل تأثير المضمضة. ما تتمضمضش بمية كتير وعلى طول. ودي فقرة مهمة جدا جدا، لو مشكلتك ودي أغلب الحالات رائحة فم، يبقى استخدم معجون فيه زنك أو كلورايد صوديوم. أدور على العبوة الاسم ده، زنك أو كلورايد صوديوم. لو عندك التهابات في اللثة أو لثة حساسة أو اللثة بتجيب دم، يبقى استخدم الغسول العلاجي اللي فيه كلورهكسيدين زي ما شرحنا قبل كده. لو حضرتك من الحالات اللي أسنانها بتسوس أو عندك حساسية في الأسنان، يبقى على طول طبعا الغسول اللي فيه فلورايد. ولو انت من الحالات اللي عندها جفاف فم مستمر، نبعد طبعا عن الغسول اللي فيه كحول. من أهم الأسئلة اللي بنسمعها في الفقرة دي وهي: هل أستخدم غسول للأطفال عادي؟ الإجابة طبعا، بس طبعا بعد سن 6 سنين وتحت إشراف طبي، تحت إشراف الدكتور، علشان طبعا هو لو بلع الغسول ده مش حاجة حلوة. السؤال التاني: هل ينفع أعمل غسول طبيعي بالنعناع أو الملح؟ ده بكل تأكيد طبعا. الغرغرة بمية دافية بملح حاجة عملية جدا ومفيدة جدا، بس مش هينفع استخدامها بشكل دائم، هنستخدمها كل فترة بين الحين والآخر كده، بس الفترة مؤقتة. خلاصة غسول الفم هو أداة مهمة جدا جدا، لو استخدمته صح هتحمي أسنانك من التسوس واللثة من الالتهاب، وهتعلي قوي صحة اللثة والفم عندك. وعايزك تفرق دايما بين الغسول العادي والغسول العلاجي، ودينا عرفنا في الفيديو ده امتى ده نستخدمه وامتى ده نستخدمه.
ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، لازم تفرق ما بينهم وتستخدم كل واحد على حده. وخليك دايما فاكر ابتسامتك عنوانك. كنت معاكم دكتور عمرو، ودي قناتنا اسنان اونلاين. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.